مساء الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين. وما زلنا نعمل بقى الوصفات الصيامي اللذيذة اللي ان شاء الله مكملة معانا الفترة اللي جاية دي كلها. اولا الوصفات دي اقتصادية جدا، يعني حتى لو مش صايمين هي اقتصادية قوي، لان لا بيض بقى ولا لبن ولا سمنة ولا زبدة، حاجات كده على قد الايد. اغلب الشغل اللي انا بشتغله يعني في القناه بيكون شغل اقتصادي، مراعاه بقى لظروف الناس، وكمان عشان برضو الناس اللي بتصوم. تعالوا نشوف النهارده هوريكم طريقه لعمل الفايش الصيامي تحفه بجد. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه، تفعلوا الجرس على كلمه الكل، وما تنسونيش بقى في كومنتات حلوه تشجعني ان انا اكمل، واكتبوا اي وصفه انتوا حابينها ان انا اعملها لكم في القناه. ويلا نبدا ونشوف الوصفه بتاعتنا اتعملت ازاي. اولا انا هنا هقول المقادير لكل كيلو من الدقيق، وطبعا تقدروا تضاعفوا الكميه زي ما انتوا تحبوا. هنا انا مستخدمه حوالي كوبايتين ونص من الميه الدافيه، حطيت عليهم معلقه ونص من الخميره. انا بستخدم الخميره اللي هي العجين، ما بستخدمش الخميره الفوريه في الفايش لانها بتخمر الفايش اسرع. بضيف عليهم معلقه كبيره من السكر واقلبهم كويس جدا، طبعا زي ما قلنا الميه دافيه. هنبتدي دلوقتي نعجن، بس لازم نختبر الخميره بتاعتنا، لازم تكون الخميره بتخمر حلو، يعني نشوف نكون مجربينها قبل كده او نجربها دلوقتي ان احنا نشوف بعد ما ندوب الخميره والسكر ونغطيهم كده شويه. لو بدانا نشوف الفقاعات دي اللي بتبقى بتاعت الخميره كده، يبقى الوصفه بتاعتنا تمام. ما تنسوش بقى للاعلانات على القناه هسيب لكم اللينك ورقم التليفون في صندوق الوصف، وهسيب لكم كمان ازاي تتواصلوا مع مسؤول الاعلانات للاعلان عن اي منتجات في القناه او على صفحه الفيسبوك. دلوقتي هضيف السمسم بتاعي. انا هنا حطيت معلقتين كبار من السمسم، طبعا الفايش بتحط له سمسم متحمص مش سمسم ني. قلبهم كويس قوي قوي زي ما انتوا شايفين. السمسم كمان فيه خماير بتساعد على تخمير الفايش، يعني بتسرع كمان تخمير الفايش، بالاضافه للنكهه والطعم الحلو والريحه الجميله طبعا الاكيد اللي هنشوفها طبعا في الفايش. هبتدي ان انا اضيف حوالي ربع معلقه من لون الطعام اللي هو بتاع الفايش، لون الفايش. طبعا ما تكتروش لان احنا مش عاملين يدوب كيلو دقيق بس، برضو كمان لو عاملين كمية كبيرة اللون لما بيزيد عن الحد كده بيبقى مش لطيف، وكمان بيدي شكل مش حلو للفايش. فتحطوا المقادير مظبوطة زي ما قلت لكم بالظبط. طبعا لو احنا عاملينه فطاري كنا عجننا بقى بلبن وسمنة وكده، يعني احنا عاملينه صيام النهاردة فاحنا هنعجن بمية وزيت، مش هنكتر كمان زيت، بس هقول لكم شوية اسرار هما اللي بيخلوا الفايش يبقى حلو. هسيب الكلام الحلو ده يتخمر حوالي 10 دقايق واغطيه. في خلال 10 دقايق دول هلاحظ ان في فقاعات بقت في كل حته في الحله او العجان اللي انا هعجن فيه. وهتلاحظوا بقى ان ابتدت ريحه الخميره تطلع، خصوصا ان احنا حاطين السمسم ده بينشط، السمسم والسكر بينشطوا التخمير بتاع المخبوزات وخصوصا الفايش. زي ما انتوا شايفين كده خلاص الخميره دي تمام. اقدر دلوقتي ان انا اعجن من غير اي خوف ومن غير ما احس ان العجينه بتاعتي مش هتتخمر حلو. هبتدي دلوقتي اضيف كميه السكر اللي انا هحطها. كل كيلو دقيق بياخد معلقتين سكر، بنحط معلقه في التخمير ومعلقه في العجن، مش بنكتر عن كده سكر لان الفايش اصلا بيتغمس في شاي مسكر او اصلا بيتاكل كده، فالفايش مش بيحب السكر الكتير، كمان السكر الكتير بيهبطه في التخمير، فتخلي بالكم من الحته دي. بعد كده هنبتدي ان احنا نضيف الدقيق بتاعنا. ده كيلو من الدقيق، كيلو كامل من الدقيق، طبعا نخله كويس قوي ما فيهوش اي شوائب. وبدات ان انا اضيفه، طبعا مش هضيف الكيلو مره واحده، بضيفه كوبايتين وبعد كده كوبايه ونص. وابتدي اني انا اعجن. طبعا الدقيق ده انا ضايفه له كيلو دقيق دول ضايفه له معلقه ونص من النشا، وضايفه له ربع معلقه من البيكنج باودر. نقول كمان كيلو دقيق انا ضايفه له معلقه ونص من النشا، وضايفه له معلقه صغيره من البيكنج باودر او نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وابتدي ان انا اقلبهم كده كويس لحد ما العجينه تبقى معايا حلوه جدا. الفايش بيعتمد بطريقه كبيره قوي قوي على طريقه العجن. العجن الحلو للفايش بيخلي، او التخديم الحلو على العجينه بيخلي العجينه تخمر حلو جدا. ببتدي ان انا اضيف حوالي 3 معالق من زيت الطعام. طبعا لو فاطرين كنت قلت لكم هنضيف سمنه وزبده وحاجات حلوه زي كده، بس احنا هنعمله بالزيت النهارده، ما تقلقوش مش هيحمي، يعني مش تاكلوه مش من هنا تعمل حموضه
فوضى وكده، لا ما تقلقوش خالص، لان احنا مش قادحين اي مكونات وعاملينه كله على البارد. وده بقى شكل العجينه، بقى نفضل نعجن فيها لحد ما تبقى العجينه متماسكه وحلوه ومش بتلزق خالص. عجينه الفيش ما بيبقاش فيها تلزيق، بالعكس بتبقى حلوه كده، لما تمسكوها في ايديكم بتتقطع بكل سهوله وفي نفس الوقت طريه بس ما فيهاش تلزيق. هو ده الميزه بتاعت عجينه الفيش. بنسيبها تتخمر، ودي التخميره الاولى. طبعا بعد تخميره الميه اللي احنا عملناها بالخميره بنسيبها تتخمر في مكان دافي، بنسيبها حوالي تلت ساعه. بعد تلت ساعه بيبقى شكلها كده بتتضاعف، يعني حجمها بتحسوا ان هي زادت ضعف. ولما تيجوا تمسكوها كده ترفعوها تلاقوها من جوه كلها مليانه هوا بالشكل ده. كده خلاص الخميره بتاعت الفايش اتظبطت، وكده شكل الفايش الصيامي هيبتدي ان هو يظبط معانا ويبقى حلو ان شاء الله. نبتدي دلوقتي نجهز مرحله التقطيع، علشان برضو مرحله التقطيع فيها شويه حاجات هقولها لكم. في حاجه ان احنا في قمع كده بيتباع، انا شفته بصراحه فاشتريته وقلت ان انا يعني اجربه معاكم. بصراحه طلعت تجربه حلوه جدا، احب اقول رايي بصراحه في كل حاجه. حته ان احنا نجيب قمع البسكوت ده، بس اللي هو قمع بيتحط في مكنه البسكوت بس اسمه قمع فايش. شايفين هو بيبقى من قدام كده مدور وبينزل الفايش زي الصوابع بالظبط، بس ايه مش بنحتاج ان احنا نفصص الفايش بعد كده لان هو خلاص متفصص جاهز. ده بيوفر في الوقت والمجهود، ومش يعني مش بيحتاج مجهود كتير، بالعكس بيبقى سريع جدا جدا. دي طريقه طبعا للتقطيع. والطريقه التانية ان احنا نقطعه قرص. طبعا بندهن الصواني بتاعتنا شويه زيت خفاف وبنسيب الفايش، ولازم الفايش يتخمر. دي المره التانية في التخمير لازم يتملي هوا. بس خلي بالكم من حاجه مهمه جدا، بلاش تخمروا الفايش زياده عن اللزوم، يعني ما تخلوهوش يخمر لدرجه ان هو من جوه يهبط او ما تحطوه في الفرن يهبط، لا، يبقى التخمير المظبوط. هيتضاعف حجمه تاني، يبقى المره الاولى حجمه يتضاعف، المره دي برضو هتحسوا ان هو زاد النص. هو ده خلاص كده يبقى ان احنا نسوي الفايش. طبعا الفايش تسويته برضو بتكون مهمه جدا. بيتسوى طبعا على مرتين، اول مره بيتسوى، تاني مره بيتحمص. المره الاولى اللي هو بيتسوى فيها بتكون النار هاديه، بتكون النار مظبوطه متوسطه، بس ايه مش بنكون مسخنين الفرن، بس ايه لما بندخل الفرن بنبتدي ان احنا نهدي النار شويه. ودي اول ملحوظه. وطبعا الفايش بمجرد ما ياخد لون ذهبي من فوق ومن تحت خلاص كده احنا بنطلعه، بنسيبه يبرد خالص خالص، مش بنطلعه من الصواني ولا نعمل اي حاجه، بنسيبه يبرد خالص خالص على اقل من مهله. وبعد كده بنبتدي ان احنا نخرج الفايش من الصواني، ويفضل ان هو تاني يوم يتفصص. تاني يوم بعد ما بيتفصص ويترص في صواني تانية زي ما انتم شايفين كده. الصواني دي بقى مش دهنينها اي حاجه خالص. نيجي بقى لمرحله التحميص، بنكون مهديين الفرن، مسخنينها بس مهديينها فوق وتحت، وبنحط الفايش بقى في الرف الوسطاني بتاع الفرن، ويبقى التحميص هادي جدا جدا. بيطلع معانا الفايش تحفه تحفه تحفه. وطبعا بعد ما بنحمصه بنسيبه في الهواء لحد ما ينشف معانا ويبقى كده مقرمش وحلو. اتمنى الوصفه النهارده تكون نالت على رضاكم وعجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، تفعلوا جرس على كلمه الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناه، ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوه. تحياتي لكم بألف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين. اشوفكم دايما يا رب على خير قريب.